السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة زراعة أونلاين. معاكم المهندس محمود آدم. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض البياض الزغبي في الخيار، عشان محدش يختلف أو محدش يفكر إن ده مش بياض زغبي. ده بياض زغبي، والموضوع زايد كمان. ومشاكل البياض الزغبي بتيجي بالذات في فترة الشتاء، أو في تكتيم الصوبة، أو يكون أوقات فيها شبورة. ده كله سبب من اسباب البيض الزغبي مع ارتفاع الرطوبه وقله التهويه. طبعا، ولو حضرتك حابب تشترك معانا في القناه ممكن تشترك معانا في القناه وتدوس على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل لحضرتك اشعار بكل فيديو بنحمله على القناه. ونبدا مع بعض الفيديو باذن الله تعالى. طيب، نعمل ايه عشان نتفادى الموضوع ما يوصلش عندنا المرحله ديت، او ما يوصلش الزرع بالنسبه دي العاليه من البياض الزغبي في الخيار؟ في البداية لازم حضرتك تعرف ان البياض الزغبي بيجي من الرطوبة العالية وعدم التهوية. يعني بمعنى الكلام كده وبمعنى الحديث اللي احنا لازم التهوية عندنا تكون موجودة باستمرار في الصاب. طبعا في اصناف بتفرع، فلازم تقلل التفريع بتاعها او تغسل الفروع بتاعتها، وبالتالي طبعا بتزود التهوية. تاني حاجة بالمسافة الزراعة بين الصوب او بين الخطوط وبعضها لازم تكون على مسافات بعيدة عشان التهوية. طيب، في نقطة تانية. طبعا الموضوع الستاير اللي هي بالجنابات او اجناب الصوب زي ما انتم شايفين كده، دي الستاير اهي فوق اهي، دي ستاير. لما يكون عندنا اصابة جاية بنعمل ايه؟ بنحاول بنقفل الجهة البحرية عشان طبعا نسبة الهواء فيها عالي، وبنخلي الجنب التاني المقابل للجهة البحرية اللي هو القبلية بتساب مفتوح باستمرار. طبعا في ناس تقول لا طبعا احنا عايزين ندفي الزرع. لا، انت ما تدفيش الزرع. انت لو انت هويت الزرع هتلاقي نسبة الإصابة عندك قلت، وهتلاقي أي مبيد هترشه هيجيب معاك نتيجة، وهتلاقي كمان إنتاج عندك شغال. ممكن يقل شوية بس مش هيقف. لكن عندك لو جه بياض زغبي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل بقى تنفيل الثمار زي ما انت شايف دلوقتي اهو، تنفيل الثمار اهو. يبقى انت ما خدتش حاجة أصلا من الزرع اهو. تنفيل الثمار، ادي ثمرة المفروض عقلة، في عقلة بعدها هنا تيجي بثمرة اهي منفلة، دي مش هتكبر هتموت. وادي اللي بعدها، واللي بعدها طالعة ضعيفة. بصوا اهي، بتلاقي الزرع اصلا عندك فيه مشاكل مع زيادة البياض الزغبي في الصوبة. طيب، زي ما احنا قلنا كده التهوية لازم تكون مهوي الصوبة. نسبة الرطوبة في الأرض زي ما احنا شايفين كده دي نسبة عالية. يعني بتبقى أرضك، ممكن تكون أرضك فيها حتة بتمسك مية أو بتحبس رطوبة شوية، فأنت ما بتلاقيش فيها تهوية، فدي بتبدأ فيها الإصابة. يبقى دي نوصل للنقطة اللي بعد كده بتبدأ الإصابة منين؟ من المنطقة اللي فيها رطوبة عالية في الأرض. زي ما أنت شايف دلوقتي دي منطقة الرطوبة فيها عالية، فبيبدأ فيها الإصابة، تبدأ تنتشر بقى في اتجاه الهواء. النقطة بقى التالتة اللي بعد كده، إزاي نعالج البياض الزغبي لو جه عندنا في الصوبة؟ طب احنا بنبدأ في الأول خالص قبل ما يبدأ عندنا بياض زغبي بنشتغل حاجات بتشتغل وقاية، تديك فترة أمان أطول وبتخشن لك الورقة شوية، مع زيادة رش الكالسيوم، وتجنب أي رش منظمات نمو، أي أحماض أمينية، أي طحالب بحرية. كل الحاجات دي بتزود عندك البياض الزغبي. وبنرش بوتاسيوم فوسفايد علشان يجيب معاك إنتاج أكتر أو يرفع معاك مناعة النبات أكتر وأكتر في الزرع. آخر حاجة بنشتغل على الحاجات الجهازي زي الساموكسانين، زي الميتالاكسيل ام. كل الحاجات دي بتشتغل على جهازي على النبات. بس يرجع في الاول وفي الاخر التهويه اهم حاجه في الصوبه. دي اهم حاجه، اهم حاجه التهويه في الصوبه. كل ما تهوي اكتر بتلاقي نسبه الاصابه عندك اقل، ولو ورقه عندك تبقى خشنه. ده كده كان فيديو سريع عن البيض الزغبي واهم طرق علاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.